بيبدأ فيلم النهاردة مع شاب مقاتل وهو عمال يخلص على مجموعة كبيرة جدا من المجرمين لوحده، وكان الشاب ده متعلم اسلوب قتال قوي جدا وعنده مهارة عالية جدا في القتال. وبعد شوية بتوصل مجموعة من رجال القوات الخاصة للمكان وبتوجه الأسلحة على الشاب ده اللي كان غرقان في دم وساحب جثة من الجثث اللي لسه مخلص عليهم، بس الشاب ده بيسلم نفسه وراح معاهم لاسم الشرطة. وبعد ما بيوصل بيدخل عليه المحقق راسل علشان يبدأ استجوابه، ولما المحقق سأله على اسمه الشاب ده رفض يعرفه اسمه، فالمحقق حاول يقنعه انه يتكلم علشان ممكن يساعده في القضية ويحاول يخرجه منها، وقال له كمان انهم لقوا 18 جثة في المكان وما كانش في حد غيره هناك، فالأحسن انك تعترف وتقول ايه اللي حصل بالظبط. فالشاب ابتدى يتكلم وقال انه اسمه آن فون، وعرفه انه من حوالي شهر راح للمصحة النفسية دي علشان سمع في الراديو انهم محتاجين حارس مسائي مقابل الاكل والمأوى. واول ما دخل المصحة قابل راجل عجوز اسمه بون، ولما سأل آن ايه اللي جابه هنا عرفه انه جاي علشان يشتغل، بس الراجل العجوز استغرب ساعتها لان الشغل في المصحة خطر جدا ومفيش اي حد بيرضى يشتغل فيها، بس آن كان كل اللي همه انه يلاقي مكان ينام فيه وخلاص. وبعد كده راح مع العجوز علشان يوريه المكان اللي هينام فيه، واول ما دخل الأوضة شاف واحدة اسمها ديويت اللي بدأت تتعرف عليه وسألته لو كان قاتل قبل كده ولا لا. ساعتها افتكر مرة كان بيقاتل فيها مجموعة من الناس وكان بيقاتلهم بكل عنف ومن غير أي رحمة، فعرفها انه كان بيقاتل بس ما كانش بيقدر يسيطر على نفسه علشان كده هو مش بيحب القتال مع حد. وبعد كده بيجي يغير هدومه بس قبل ما ينام سمع صوت جنب الأوضة بتاعته، ولما طلع علشان يشوف فيه ايه قابل جانيت وابنها بنسون، ولما عرفت انه الحارس المسائي الجديد عرفته ان الوقت ده اللي هو نص الشهر واللي بعده بيسموه وقت الأشباح الجائعة، فبتطلب منه ياخد باله كويس جدا وخاصة في الليل، وودعته ومشي. وبينزل بعد كده للمطبخ علشان ياكل وبيقابل بون مرة تانية واتكلم معاه وعرفه ان المكان مفيهوش فلوس علشان يدفع له حاجة، بس آن عرفه ان اهم حاجة عنده الاكل ومش مهم الفلوس نهائي. ساعتها بون عرفه انه مش هيتعب في الشغلانة دي لان ما بقاش حد يجي للمكان خاصة بعد المشكلة اللي بتحصل، وعرفه انه بيجي وقت بالليل والاطفال اللي في المكان بتختفي فجأة ومحدش بيعرف بيروحوا فين. فآن قال له الاشباح هي اللي بتعمل كده، فبون عرفه انه محدش يعرف بس غالبا وعلشان كده جانيت على طول ماسكه ايد ابنها ومش بتسيبها نهائي. فآن سأله بيجوا منين، بس بون مردش عليه وتوه في الكلام واداله سلسله وقال له دي هتبعد عنك الشر. وبعد ما بياكلوا بيلف آن في المستشفى علشان يكتشف المكان ويحاول يدور على اي حاجه غريبه، خاصه انه كان متاكد ان بون وجانيت مخبيين حاجه عليه. واثناء ما هو بيلف بيسمع صوت غريب في المكان بيعرفه انه عارف كل حاجه عن ماضيه، وهنا افتكر زمان لما خلص قتال مع افراد العصابه واتفاجئ بالقائد بتاعهم وهو جايب له مجموعه تانية من امهر المقاتلين الاقوياء اللي كانوا مسلحين واللي بداوا يهجموا عليه بكل قوتهم. بس آن كان محترف جدا في القتال لدرجه انه كان بيكسر عظمهم بكل سهوله وقدر يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. بس في النهاية آن قام من النوم وهو مفزوع ولقى نفسه في الأوضة بتاعته وحاول يهدي نفسه شوية، بس سمع حد بيعيط بره، ولما طلع لقى الشرطة موجودة وأم من اللي في المستشفى بتعيط بحرقة علشان ابنها اتخطف. وساعتها اتضايق جدا لأنه ما حسش بحاجة وما قدرش يحمي المكان، بس بون عرفه إنه مزعلش لأن الموضوع ده بيحصل بسرعة كبيرة ومحدش بيقدر يعمل حاجة. وساعتها بنسون وصل للمكان وكان قلقان جدا لأنه فكر صديقه المقرب هو اللي اتخطف وكان عاوز يدور عليه، بس مامته وصلت بسرعة وطلبت منه ما يبعدش عنها مرة تانية وطمنته وقالت له ان دي مش ام ديلون، وطلبت من آن انه لما يفضى يبقى يعدي عليهم في الأوضة بتاعتهم علشان عاوزة تعرفه حاجة مهمة. وبعد شوية آن راح لجانيت وبدأ يسألها عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المكان، بس هي عرفته ان كل اللي تعرفه ان ده وقت خروج الاشباح واحنا بنقدم لهم الاكل علشان ما يأذوش حد مننا. بس آن ما كانش مقتنع بالحاجات دي وعرفها ان اكيد في حاجة تانية بتحصل وهو هيحقق فيها لحد ما يوصل لها. بس جانيت قالت له انها مرة سمعت اسم غريب اسمه ميفيستو، وهنا بنرجع للضابط راسل اللي استغرب جدا اول ما سمع الاسم ده وشكله كده كان يعرفه، بس كمل آن كلامه وعرفه ان كان في مجموعة اسمهم الفرسان الاربعة، ودول كانت مجموعة بعض الناس مفكرينهم اشباح والبعض التاني شياطين، بس آن كان عارف ان دول اشخاص عاديين جدا وبيخطفوا
الأطفال علشان يعملوا طقوس معينة تبعهم. وبنرجع لآن لما كان في المستشفى وهو ماشي بالليل واتفاجئ بصورة لطفل من الأطفال، ولما قرب منها وشاف الصورة اتفاجئ بإيد طلعت فجأة ولمسته، وهو اتفجع جدا وما كانش فاهم ايه ده، وبرضه كان سامع صوت غريب بيتكلم معاه طول ما هو ماشي لوحده. بس كمل طريقه لحد ما وصل للدور اللي تحت واتفاجئ بباب مقفول، بس ظهرت له الإيد مرة تانية وهي بتشاور له على الباب. بس آن خاف وطلع مرة تانية للدور اللي فوق، وهنا اتفاجئ لما شاف مجموعة من المقنعين وهم بيخطفوا طفل من اللي موجودين في المستشفى، وواحد منهم بدأ يهجم عليه. في الأول اتصدى لضرباته كويس جدا، بس المقنع قدر يغفله وضربه بالسكينة المسممة اللي معاه، وابتدى يفقد توازنه وكمل عليه ضرب لحد ما أفقده الوعي تماما. وهنا بنعرف إن دول هم الفرسان الأربعة اللي بيخطفوا الأطفال علشان يضحوا بيهم للأرواح الشريرة علشان قوتهم تزيد. أما آن فكانت حالته سيئة جدا وكان مليان إصابات، بس لحسن الحظ بون والناس اللي في المستشفى بيلاقوه وبياخدوه بسرعة وبيحاولوا يعالجوه، بس للأسف السم كان اتمكن من آن وكانت حالته صعبة جدا. وهنا قرر بون إنه يستخدم طريقة علاج قديمة وبدأ يعمل الطقوس بتاعته لحد ما آن ابتدى يتعافى ببطء. بس بعد شوية آن راح مع بون للمخبأ بتاعه، وهناك اكتشف إن بون عنده كتب قديمة عن السحر والشياطين والذي منه، وآن سأله لو كان بيؤمن بالحاجات دي، بس بون عرفه إن هو بيقرأ فيهم على الأقل علشان يعرف يحمي نفسه لو حصل له حاجة. وبنعرف إن آن عمل صفقة مع الشيطان وكان كل ما يقتل حد بيزداد قوة، وسأل بون لو في حاجة في الكتب بتاعته تبعد عنه الهلاوس اللي بيسمعها على طول، بس هو قال له إنه يبدأ من نفسه. وهنا افتكر زمان لما راح للزعيم بتاعه وطلب منه يمشي، بس هو ساعتها عرفه إن الشرطة والناس كلها بتدور عليه وهو هيعمل معاهم واجب ويبعت لهم راسه. فآن استعد للقتال وبدأ يهجم على كل المقاتلين اللي تبع الزعيم بتاعه بكل قوته، وعلى الرغم ان افراد العصابة كانوا مسلحين الا ان آن قدر يدافع عن نفسه وقدر يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. وبعد كده واجه الزعيم بتاعه اللي كان مقاتل قوي جدا، بس برضه ما قدرش يعمل حاجة مع آن، وقدر في النهاية انه يلف على رقبته السلسلة وفضل يخنقه بقوة لحد ما خلص عليه. وبنرجع للضابط راسل اللي ما كانش مقتنع بالكلام بتاع آن وكان مفكر ان كل دي قصة هو عاملها علشان يهرب من جريمته، بس آن عرفه ان هي دي الحقيقة وهو مش محتاج انه يبرر، وعرفه كمان انه هو هنا علشان يرجع حق الاطفال اللي اتخطفوا. وبيكمل كلامه، ولما كان في يوم بيقفل الباب بتاع المستشفى علشان محدش يدخل، جاله ساعتها الطفل بنسون وطلب منه انه يرجع صديقه ديلون، وكمان عرفه انه واثق فيه وعارف ان جواه شخص طيب. وساعتها آن وعد بنسون انه هيحاول على قد ما يقدر انه يرجع صديقه وكل الاطفال اللي اتخطفوا. ووصلت جانيت بعد شوية علشان تاخد بنسون، وساعتها آن شكرها لانها اعتنت بيه كتير لما كان مريض. وعلى الرغم ان آن شخص طيب وبيحاول يرجع الاطفال، الا ان طول الوقت كان بيسمع صوت الشيطان علشان يجبره على قتل الناس. وفي نفس الوقت الفرسان الاربعة خرجوا للمستشفى وبدأوا يرشوا الغاز في كل مكان علشان كل اللي موجودين يفقدوا الوعي، وراحوا للأوضة بتاعت جانيت واخدوا منها بنسون من غير ما تحس بحاجة. بس اثناء ما هم خارجين اتفاجئوا بوجود آن، فواحد منهم جرى عليه وبدأ يهجم عليه بكل قوته لحد ما قدر يتمكن منه وقدر يخلص عليه. وهنا الفرسان فكروا انهم خلصوا عليه وفرحوا علشان افتكروه مات، بس بيفوق آن مرة تانية، وساعتها رجع الشخص وهجم عليه تاني، بس آن قدر بكل سهولة انه يطعنه بالسكينة اللي معاه وخلص عليه في ثواني، وراح بسرعة علشان ينقذ راسل، بس وقع على الارض مرة واحدة، وده بسبب الروح الشريرة اللي بتسيطر عليه كل شوية وما قدرش يقاوم. وبعد شوية لما جانيت عرفت ان ابنها اتخطف فقدت اعصابها وكانت زعلانة جدا عليه، وآن ساعتها كان قاعد في مكانه وما كانش عارف يتصرف ازاي. في نفس الوقت الفرسان دخلوا بنسون للقفص مع باقي الأطفال، بس كان ناقصهم واحد كمان علشان الطقوس بتاعتهم تكمل، علشان كده قرروا انهم يطلعوا للمستشفى مرة تانية وياخدوا اي طفل يلاقوه. بس ساعتها آن وصل لهم وبدأ يهجم عليهم بكل قوته، حتى الزعيمة بتاعتهم ضربته بالسكينة، بس الجرح بتاعه لم في ثواني وهجم عليها وعلى كل اللي موجودين وخلص عليهم كلهم ما عدا الزعيمة بتاعتهم اللي قدرت تهرب منه ورجعت للمقر بتاعهم مرة تانية. ساعتها حكت لباقي الفرسان على اللي حصل وقرروا انهم يخلصوا على آن علشان هو الوحيد اللي قادر يمنعهم من تكملة الطقوس بتاعتهم. اما آن فعرف جانيت كل حاجة من بداية الحكاية، وعرفها كمان ان الشر كله ورا الباب ده، وطلب منها انها تدخل جوه الأوضة مع باقي الناس وما تخرجش منها مهما حصل. وراح بعد كده قطع النور في المكان كله، والفرسان ساعتها حسوا بالقلق لانهم عرفوا انه آن بيعمل لهم
المحكمين. وعلى الرغم من كده إلا إن واحد من الفرسان والملقب بملك القتال قرر إنه يطلع له مع المساعدين بتوعه علشان يخلصوا عليه. وأول ما طلعوا اتفاجئوا بآن وهو مستنيهم، والمساعدين بتوع ملك القتال بدأوا يهجموا عليه. بس آن كان محترف جدا في المواي تاي وقدر يهزمهم كلهم واحد ورا التاني. وساعتها ما كانش فاضل غير ملك القتال اللي كان قوي جدا، وكانت الضربة الواحدة منه بتكسر عظمه لحد ما قدر يتمكن منه ولف الحبل حوالين رقبته وكان خلاص هيخلص عليه. بس الناس اللي في المكان قرروا انهم يطلعوا علشان ينقذوه، وملك القتال اول ما شافهم هرب منهم بسرعة وهم فضلوا يجروا وراه. بس في النهاية وصل للمقر بتاعهم وهم ما قدروش يمسكوه. في نفس الوقت آن قرر انه ينهي حياته بايده، بس القوة الشريرة ظهرت له مرة تانية، وبنعرف ان الشيطان طلب منه قبل كده انه يتحكم في روحه بس هو رفض. فقرر آن انه ياخد القوة الكاملة مقابل طلبه علشان يقدر ينتقم من الفرسان الأربعة ويرجع الأطفال لأهاليهم. وساعتها أخد العصاية بتاعته واللي عطت له قوة رهيبة علشان يرجع ينتقم منهم كلهم. أما ملك القتال كان ابتدى يخاف من آن، خاصة إن عرف إن في قوة شريرة قوية متحكمة فيه. علشان كده القائد بتاعهم اداله سم صنعه بطريقة معينة علشان يقدر ينتقم منه، بس حذره ان مفعول السم ده بيخلص بسرعه. في نفس الوقت كانت جانيت بتتكلم مع آن وعرفته انه يؤمن بقلبه في توجيهه للطريق الصحيح. فساعتها آن افتكر الايد اللي كانت بتطلع له فطلع يجري عند الباب المقفول، وساعتها ظهرت له مره تانية وبدات توجهه لحد ما قدر يوصل لزعيمه الفرسان وهي معاها الاطفال، ولسه بيجري عليهم علشان يهجم عليهم وينقذ الاطفال. بس ملك القتال طلع له فجاه وبدا يهجم عليه بكل قوته، بس المره دي بسبب العصاية اللي مع آن ابتدى يهجم عليه هو كمان، وكان الاتنين بيوجهوا لبعض ضربات قوية جدا. وعلى الرغم ان آن كان قوي جدا الا ان ملك القتال كان بيستخدم اسلوب مميز في القتال وكان بيهجم عليه بكل قوته. بس اثناء القتال قدر آن انه يحدف العصاية اللي معاه وقدر يقتل زعيمة الفرسان علشان يحرر الاطفال، والفارس التاني هرب بسرعة من المكان. وساعتها استغل ملك القتال الفرصة ورش على آن السم اللي معاه، ففقد آن قوته بسبب السم ده. وملك القتال انتهز الفرصة وبدأ يهجم عليه بدون اي رحمة وقدر يحط عليه جامد جدا. بس آن كان عارف ان هو الامل الوحيد علشان ينقذ الاطفال، وعلشان كده قدر يستعيد قوته مرة تانية وضرباته ابتدت تقوى وقدر يدافع عن نفسه. وقدر كمان انه يغفل ملك القتال وضربه بقطعة خشب في رقبته في مكان خطر جدا، وقدر في النهاية انه يخلص عليه. وبعد كده رجع كل الاطفال اللي اتخطفت لاهاليهم والكل كان فرحان بيه جدا. اما الضابط راسل فقال لآن ان القصة دي شيقة جدا، بس سأله اذا كان كده فاضل واحد وانت ما عرفتش تقتله. بس آن صدمه لما عرفه ان الفارس الرابع اللي هرب من المستشفى ساعة القتال قاعد قدامه دلوقتي. وساعتها راسل اتصدم من كلامه وهجم عليه فجأة. بس آن عرفه ان هو عرفه من ريحته لما كان مع الفرسان وشافه اول مرة، والمرة التانية لما وصل مع افراد الشرطة، وآن سابهم يقبضوا عليه علشان يقدر يوصل له بسهولة. ساعتها راسل خاف جدا وحاول يهرب من المكان، بس آن قدر يفك الكلبشات بتاعته وطلع له العصاية اللي معاه ومنع راسل من الخروج وخلص عليه بكل سهولة. وبكده قدر آن انه يخلص على الفرسان الأربعة وقدر ينهي على الشر اللي كان هيدمر أطفال كتير بسبب الطقوس السيئة اللي كانوا بيعملوها. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.